محاولة استفزاز أحمد العوضي لياسمين عبد العزيز الفترة الأخيرة. أي حاجة تغيظ ياسمين عبد العزيز أحمد العوضي بيعملها على طول. يعني خناقتها مع مي عمر، ساعتها سألوا أحمد العوضي مسلسل مي عمر أحسن ولا مسلسل ياسمين عبد العزيز؟ المفروض أي حد يقولك إيه في حساسية في الموضوع مقدرش يجاوب، لا قالك إيه مي عمر طبعا المسلسل بتاعها جامد، والمسلسل بتاعها في الستات أحسن واحد والكلام دوت. وكمان خد مي عمر في فيلم شمشون ودليلة. يعني أي حاجة ضد ياسمين عبد العزيز أحمد العوضي بيعملها. طب ليه أحمد العوضي؟ افتكر الأيام القديمة، افتكر يعني إيه ما تأذيش ياسمين عبد العزيز ولا تلقح عليها ولا الكلام ده، وافتكر ايه الايام الحلوه اللي كانت بينكوا. عيب اللي حصل ده يا جدعان، اقسم بالله عيب. يعني اي حاجه تغيظ ياسمين عبد العزيز انت ماشي فيها تتكلم. يعني حوار مي عمر والخناقه بتاعت ياسمين عبد العزيز، وقفت في صف مي، وكمان جبت سيره ياسمين، ومسلسل مي احسن مسلسل ياسمين. عيب الكلام ده يا احمد عوضي. محمد رمضان كشف ملعوب محمد سامي واحمد العوضي علشان ما يشتغلش رمضان اللي هو اللي جاي دوت. احمد العوضي اتفق مع محمد سامي، قال لك ايه، هاخد لك اختك ريم سامي في عليك لاي، ومي عمر هعمل لها فيلم معايا في شمشون ودليلة، المقابل اللي انت ايه ما تشتغلش مع محمد رمضان. عشان عارف ان محمد رمضان اول واحد هيعرض عليه يشتغل معاه هو محمد سامي، علشان لما محمد سامي يرفض محمد رمضان يتردد ويقول لك انا مش هشتغل السنه دي اللي هي السنه الجايه، وبكده احمد عوضي يكسب ارضيه زياده. واحمد عوضي عامل كل الملعوب دوت علشان عارف ان محمد رمضان لو نزل السنه الجايه هياخد منه المشاهدات والنجاح اللي هو عامله بقاله 3 سنين. علشان كده محمد رمضان لما عرف الملعوب دوت يعني ايه خلى يعني كلم منتجين وكلم مخرجين علشان وأصر إن هو يشتغل في رمضان الجاي رغم أي حد، وهيعمل المسلسل بأي مخرج هو عايزه عشان محمد رمضان ممثل كبير. محاولة استفزاز بين يارا السكري وياسمين عبد العزيز الفترة الأخيرة. السكري بتنزل فيديوهات ومشاهد رومانسية بينها وبين أحمد عوضي، وأنت جوزي أنا وكلهم اتفرسوا واتكادوا والكلام اللي بتعمليه دوت. ياسمين عبد العزيز شالت العلاقة دي من دماغها خالص. ياسمين عبد العزيز لما بتسيب حاجة بتشيلها من دماغها وما بتفكرش فيها نهائي. ياسمين عبد العزيز كرفت العلاقة دي نهائي. انت بقى بتستفز مين؟ ياسمين عبد العزيز ملكة ما بتبصش ايه اللي هي سابته، اللي سابته دوت خلاص ماضي وانتهى. انت بقى كل شوية بتستفزيها، كل شوية بتنزلي مشاهد والكلام دوت، وانت يعني مش واخدة الأمل يعني اللي انت تستفزي بيها حد. يعني أستاذة ياسمين شالتها خالص من دماغها ومتفكرش في الموضوع ده نهائي، ومركزة في مستقبلها الفني اللي هي بتحبه عشان جمهورها. وإن شاء الله الفترة الجاية ياسمين عبد العزيز هتكسر الدنيا علشان اللي جاي طلقة حي. وأستاذة ياسمين مبتفكرش في العلاقة دي نهائي. وبس كده. فشل الاتفاق الزواج بين يارا السكري وأحمد العوضي. أحمد العوضي قرب من يارا السكري في الفترة الأخيرة، وأي مهرجان تنزله هو معاها والكلام ده كله. اللي معجبوش الموضوع أبو يارا السكري، طلع راجل ابن بلد، قال ازاي ان انت احمد العوضي تكلم بنتي على الزواج وانت عايز تتجوزها من غير ما ترجعلي، من غير ما تكلمني حتى ولا ترفع سماعة التليفون عليا. الموضوع معجبش ابو يارا السكري وقال له انا مش موافق. وحاليا يارا السكري بتحاول تضغط على ابوها انه يوافق على احمد العوضي، علشان هي قالت لابوها ان احمد العوضي هو اللي عاد اكتشفها وان هو دخلها مجال التمثيل. بس ابو يارا السكري رافض بشدة علشان الموضوع معجبوش في السوشيال ميديا، ومعجبوش كمان في المسلسل والكواليس واللي حصل فيها. ابو يارا السكري طلع راجل جدع وابن اصول على رأيه اللي هو قاله دوت. بس يارا السكري عمالة ايه تضغط عليه عشان اتفاق احمد العوضي ومحمد سامي على محمد رمضان. انا هقولك ازاي احمد العوضي اتفق مع محمد سامي انه يرفض يشتغل مع محمد رمضان. احمد العوضي اتفق مع محمد سامي على انه ياخد اخته ريم سامي في مسلسل علي كلاي، وكمان ياخد مراته مي عمر في فيلم شمشون ودليلة. كل دوت علشان المقابل ان محمد سامي يرفض يشتغل مع محمد رمضان. احمد العوضي عارف ان محمد رمضان يوم ما يرجع هيكلم محمد سامي، علشان كده احمد العوضي كلم محمد سامي وعرض عليه الاتفاق دوت، ومحمد سامي وافق على الاتفاق دوت علشان محمد رمضان ما يلاقيش محمد سامي في ظهره ويتردد وما يشتغلش في رمضان الجاي. علشان احمد العوضي عارف ان محمد رمضان لو اشتغل في رمضان الجاي كل المشاهدات محمد رمضان هياخدها. وبس.